الركاب. نرحب بالسادة الضيوف، السيد محمد الركاب، السيد بوراوي المنسق الجهوي، والدكتورة سناء، الأخوة من محليات سوق جديد وبيت الخير، هذا قسم محليات السيد الزريبي والسلطان الزيرة، وما ننساش أهم شيء الاتحاد الأحمر لما نواد إلى الأحمر المتطوعي. نسيت مرحبا في السي ام سي وإذاعة الرقاب ويعذروني أي واحد نسيته يعني. نشطة مجتمع مدني. نشطة مجتمع مدني. أنا حبيت نبارك يعني أنفسنا قبل نبارك غيرنا في افتتاح المقر هذا اللي نحن يعني فتحناه للمستحيل يعني، وبمجهودات خيرة من بعض المواطنين اللي هم نشكرهم حتى لو مش موجودين. والهلال الأحمر أنا حبيت نبين حاجة لما ضيفته ملك في المدينة باش نتكلم عن الهلال الأحمر وكل السلام دكتور براوي الموجودين هنا. الهلال الأحمر لازم يخرج من النمطية اللي كنا نحن نتصورها قبل، لازم نوصلها للمواطن كي يتصور الهلال الأحمر هو هلال التبرع بالدم، هلال الجرح وهلال الخوف أو البطء. الهلال الأحمر أصبح الآن عنده مشاريع، عنده شراكات، عنده يخدم الشراكيات مع المجتمع المدني ومع الجمعيات، وهذا نصب إليه نحن. وهذا بينا نعول على كل الأطراف، ما نستثنى من السلطة إلى المتطوع إلى المواطن إلى الجميع. وهذا معنى، ونشكركم على حضوركم. الركاب باش نحضروا حفله التدشين نتاع مقر. خلينا اول حاجه نرحبوا بيك وخلينا نتعرفوا عليك اكثر. الدكتور بوراوي رئيس الهيئه الجهويه للهلال الاحمر في سيدي بوزيد. مرحبا. وقع استدعانا باش نحضروا تدشين المقر الجديد نتاع الهيئه المحليه للركاب. الهيئه المحليه للركاب هذه تنشط عندها اعمال عمل الجمعيات. وقع اليوم تسويق المحل حتى يتمكن المجموعه نتاع الركاب تنشط فيه وتكون عندها ممارسه الحق نتاعها في عمل الجمعيات. نحبوا نقولوا على الهيئه المحليه للركاب هي انشط الهيئات المحليه اللي عندنا في تنشط عندها الميادين كلهم، المجال المدرسي، المجال الصحي، المجال الرياضي. نشوفوا المعرض اللي عندنا الثاني على تعاون سوا ومنظمه التدشين برشا تظاهرات حضروا فيها وعملوا فيها. كبدايه ديما الاول برشا نصائص نتكلم عن توسكي بيروتي، توسكي حوايج تاع اعلام يتحصلوا عليه بالهيئه بالعمل نتاعها ومعاونه المجتمع الركاب. المعلومات اللي نحضر معنا في الهيئه التدشين باش تتكافل كل الجهود ويحاولوا الشهود الى الركاب وما نفس الحاجه الوحيده اللي حاب نوصلها المعلومه عن المجتمع نتاعنا نفسه في الركاب الاحمر لو ما فيش قبل الاعلام عنده الانفورماسيون، عنده التكوين المصافي، عنده يحاول باش يخدم من البطاله اذا كان ثم يولي بطاله معه. يحاول يعاون المعوزين في باش في المجتمع، التثقيف الصحي، التثقيف في الاسعافات، في اي في دومين الصحه، في دومين الرياضه، عندنا يتفنن تكوين مع الجمعيات الرياضيه. هذا الطلب الوحيد كرئيس هيئه جهويه، نحاولوا نعاونوا الركاب ونعاونوا المديريات نتاعنا الكل. هو يقولوا يعملوا معناتها ميزانيه كامله في المنطقه هذه، ما يكفيش فلوس بركه راهو حتى باش نكتب لهم ميزانيه ونعاونهم باش تسهل لهم الاوراق، تسهل لهم الخدمه نتاعهم، يكون مجهود الظافر نتاع الاسبوع باش نشكر الحرب الكل. مشكور وتمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله. تمنيات المنطقه هذه ولادها وزيد ننظموا بها العمل الجمعياتي اللي ماشي توا في 2006 راهو اهم من الخدمه في الدوله ولا باش نعملوا كان على الدوله، العمل الجمعياتي اهم الحوايج اللي موجوده. اكيد نحن كمجتمع مدني اكيد يعني كلنا تضامن يعني
مع المنظمة الهلال الأحمر. يعني هي يعني عنصر هام في الدولة. بالنسبة يعني للنشطاء الهلال الأحمر بالرقاب نوافقوا في نشاطاتهم بصراحة، يعطيهم الصحة، ولكن راهم يستحقوا الدعم. معنوي ومادي. في الاعلانات في الاوراق مربوطه بالمركزيه التعاون فيها، وهم عندهم اسم غادي اكثر من يسمى اسم سيدي بوزيد كهيئه محليه بالرقاب. هذا بيساعد الهيئات المحليات الاخرى باش يقدروا احسن بالرقاب ويمكن ياخذوا كلمه اكبر ولا ما احسن، يكون عندهم معناتها اشعاع على المنطقه بتاعهم في من الرقاب. احنا نعاونوهم في كل شيء وان شاء الله بعد يكون خير من المستقبل خير من اللي حاضر به. مشكور السيد. مرحبا بك. شهادة الإنسان مشاهد يشاركوا